السلام عليكم. للجميع يا جماعة، أنا عندي مشكلة في النطق وأنا صغير، وعندي حاجتين غريبتين: إن أنا بفكر بالإنجليزي والعربي، وده بيخلي طريقة النطق تطلع مش سليمة. أرجو المعذرة. وأنا يا جماعة بعمل المحتوى ده بإمكانيات شديدة البساطة، يعني تليفون ب750 جنيه، وأهم شيء بالنسبة لي هو وصول المعلومة السليمة. ولو في بعض الأخطاء اللي يحب يصحح لي أكون شاكر ليه. توقفت عن عمل المحتوى ده يا جماعة لمدة 6 أشهر بسبب تعليق سيدة محترمة، وتوقفت مرة ثانية بسبب الإحباط اللي بيصيب بعض الناس. وفرحت جدا لما وصلت 200 مشترك، وكنت ببقى فرحان جدا لما أي حد يعلق. على العموم، القناة قناة تاريخية تهتم بتاريخ المباني فقط، وتوصيل المعلومة الصحيحة عن تاريخ المبنى. وللعلم يا جماعة، العمارة هي من أكتر الأشياء في الدنيا اللي بترفع من الذوق العام. هي العمارة، وإن هي لما بيكون خلقها طابع متجانس في كل شيء، بيبقى المبنى والشجر والشوارع وحتى الرجال كله شكله محترم. في الحقيقة الموضوع النهاردة موضوع غريب، إنها أغرب وأعجب بلد في التاريخ. إن فضلت 50 سنة تدرسها مش ممكن تخلصها. إنها البلد اللي ملهاش مثيل، إنها البلد الأسطورية. تخيل أي إنسان في الدنيا تخيل هذه البلد، إنها الأسطورة. نرجع للموضوع تاني. بعض الأشخاص بينظروا لقصر زي ده على إنه خرابة، ولكن في الحقيقة هو قصر مش خرابة، وقصر كان مهم في تاريخ البلد دي. وللعلم يا جماعة، ال- العالم كله لما بيعمل سياحة في العالم بيروح يشوف ايه؟ ما بيروحش يشوف اشجار وغابات وحاجات كده. بتهمه قوي الاثر. يعني السياحة الأثرية على مستوى العالم بتحقق أرباح كويسة. أي سائح في العالم مهما إذا كان رايح اسكندرية لازم يعرف إيه اللي في اسكندرية، إيه مميزات اسكندرية، وإيه اللي يقدر يزوره. فبيزور إيه؟ بيزور مبنى. يعني السياحة كلها في العالم كله بتعتمد على في الأماكن الأثرية اللي أنت بتزور مبنى بيعمل تاريخ حكم بقى، تاريخ شخص عاش فيه، تاريخ شخص توفى فيه. فالعمارة مهمة 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 مهمة. لما أشوف مبنى واقعد أبص ليه كالمبنى ده، أبص حواليا ألاقي الناس بتبص لي، يعني إيه اللي أنت إيه ده بتبص عليا؟ لا يا جماعة، ده حاجات أسطورية. وطرق بناء في مصر مفيش مكان في العالم فيه كل طرق البناء. كل طرق البناء العالمية موجود: روماني، يوناني، فارسي، عربي، إغريقي، كله. الحقيقة المكان اللي أنا فيه ده قصر مساحته من 25 ل 30 فدان، مساحته كبيرة جدا. والحقيقة ده كان قصر أهم وأجمل من قصر عابدين. ليه بقى؟ لأن الارتفاع في القصر ده زاد أكتر من ارتفاع عابدين، والمساحة كانت أكبر. القصر ده مبني على ربوة كده في حلوان، مبني على طريقة أحمد بن طولون في مدينة القطائع، بعد ما العسكر والفسطاط ضاقت بالسكان يعني. المكان اللي احنا فيه حلوان ده، في جريدة مصرية ذكرت
إن هو حلوان على بركان خامل، فعشان كده مية عيون حلوان وحلوان مياه كبريتية بتشفي الأمراض. والحقيقة كانت ليها سمعة عالمية في الأربعينات والخمسينات والستينات. قصر جميل ومساحته كبيرة وفيه طرازات بناء مختلفة، وكان يغلب عليها اليوناني والروماني. القصر ده بتاع آخر خديوي حكم مصر والسودان، هو الخديوي عباس حلمي التاني. والحقيقة إن تاريخ عباس حلمي التاني ده يعني للإنصاف ناس شافته حلو وناس شافته وحش، بس في الحقيقة إن الراجل ده عمل حاجات كتيرة حلوة. يعني كان السبب في افتتاح جامعة القاهرة، أو هو اللي وضع اللي هي جامعة القاهرة، وكان اسمها في الوقت الجامعة الأهلية يعني عمل حاجات حلوة يعني، والناس اعترضوا عليه لكن هو في الآخر وفي الأول وفي الآخر الإنجليز عزلوه سنة 1914. القصر اللي لما بتمشي فيه في حاجات غريبة كده، طرق بناء غريبة. على العموم عباس حلمي التاني هو ابن الخديوي توفيق ابن اسماعيل ابن محمد علي، سابع حاكم من أسرة محمد علي. أمه هي أمنة أو أمينة هانم حفيدة السلطان عبد المجيد. اتولد في اسكندرية سنة 1874 وتوفى في سويسرا 1944. وكان الراجل ده بينتهج سياسة أخلاقية. جلس على عرش مصر وهو عنده 18 سنة، وده سن يعتبر صغير، بس في الحقيقة كان فيه في أيامه إنجازات يعني. وفي الأول وفي الآخر بيحكم عليه المؤرخين اللي موجودين في الفترة، فالأغلبية أجمعوا على إن عباس حلمي التاني ده كان أفضل من فاروق، وكان أفضل يعني توازى كده مع إسماعيل. وفي الآخر القاهرة القديمة تتميز بمبانيها المميزة وشديدة التميز المملوكية والخديوية، وتعتبر آثار من أجمل آثار القاهرة. المبنى ده مبنى دار الآثار الإسلامية في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. للجميع الشكر والحب والاحترام والتقدير. جمال المغازي، يوم في مصر.